اتنفذ بهدف التعادل، في تعامل مع لعيبته ان هم استعادوا وعيهم في المباراه. عماد سليمان قعد يحتوي غضب لعيبته ويفهمهم ان هم الاحسن في المباراه. واتفرجنا بقى على الشوط الثاني، وقلت لك عنوان لعيب المقصه تحولوا لعفاريت الشوط الثاني، متحركين انتشار غير عادي. إيريك تراوري فوافي مع جون انطوي مع حسين الشحات عملوا صداع. وكمان الولد الشقي كمان مسعد اللي عمل شارع لوحده يتحرك فيه ويعمل فيه ارهاق غير عادي لمدافعي النادي الاهلي. حسام البدري ما كانش ده السيناريو اللي في دماغه، كان موظف سيناريو مختلف. دور على مناطق الخطوره او مناطق الثغرات، لقى منتهى الحريه لحسين الشحات. حصل له غضب من احمد فتحي، راح مغير احمد فتحي مدخله باك يمين وخد محمد هاني العب مان تو مان على حسين الشحات عشان يقتل منطقه صناعه اللعب اللي هي متميزين فيها المقصه. فشل في المنطقه دي. الادوات، الصوت بس بتاع الماتش يا ريت ينزل شويه علشان في الادوات اللي مع الكابتن حسام بدري بره ايه؟ هل تساعده في انقاذ الموقف؟ مفيش حاجه. مفيش حد يقدر يغير له الموقف او شخصيه المباراه باستثناء مؤمن زكريا اللي ذهنه حاضر ورجله جوه الملعب دايما. صالح جمعه بعيد. لعيبه كتير قوي موجوده على دكه البدلاء بعاد عن الاداء او بعاد على ان هم يغيروا له شكل المباراه. كل ده في ظل حاله تالق وتركيز غير عاديه من لاعبي المقصه ورغبه غير عاديه. منطقه نص الملعب قلت لك هي منطقه الفوز او الهزيمه، ومنطقه نص الملعب عملت هزيمه للنادي الاهلي، ومنطقه نص الملعب عملت فوز للمقصه. المنطقه اللي اتحرك فيها بمنتهى الحريه حسين الشحات في ظهر احمد فتحي وعمرو السوليه اللي فقدوا احساسهم بالمنطقه دي. المنطقه دي عملوا منها كل حاجه. حتى جون انطوي لما كان بيسقط فيها وبيخش فيها إيريك تراوري، لما تتفرج على الجون الثاني وبيتحركوا ازاي فيها، مناطق العمق كان تايه تماما. عماد سليمان من مدرسه بتلعب في العمق باستمرار. الشوط الثاني غير اداؤه وحصل له نوع من التنوع، اتحرك بإيريك تراوري مع الولد مسعد الولد الشقي اللي عمل ده. كان بيلعب في الزمالك بيقولوا، انا ما شفتوش في الزمالك ده. لو كان راح الزمالك ده انا ما شفتوش، ده شخصيه ثانيه غير اللي راحت الزمالك. طب التحول الفني الرهيب اللي عنده ده ليه؟ اعتقد الزمالك هيفكر يشتريه تاني. الولد مش طبيعي، اداء تحكم قدرات، بيروح لاي مدافع بيروح عليه ثقه غير عاديه. عنده عفريت مختلف، لان احمد الشيخ مختلف عن بتاع الاهلي ومسعد مختلف عن بتاع الزمالك. كله مقبول. بس الصراع انا قلت لك الصداع قبل المباراه بين الاثنين مدربين في التعامل مع بعض في المناطق الخطوره. بس عماد سليمان عرف يتخلص من الصداع بمنطقه نص ملعب قويه، وعرف يحتوي بيها ويسيطر بيها على المباراه. الضغط كان عالي. في ظل ده كله المقصه كان في الاخر كنت حاسس انه بيلعب عبد الله السعيد. هو اللعيب الوحيد اللي في النادي الاهلي اللي عنده القدره على مجاراه رتم اللعب، اللي عنده الرغبه على احراز الاهداف، اللي عنده القدره على انه يعبر على النادي الاهلي. لكن اجاي اختفى، وليد سليمان اختفى، ازارو ظهر وهو بيلمس الكره من على خط الجون عشان يقول انا جبت الجون حقه. وفقط عبد الله السعيد لما نزل صالح جمعه بطأ الريتم، نزل بمعلمه مبالغ فيها، فبطأ ريتم النادي الاهلي بدل ما كان محتاج سرعه بعصبيه لكن ما سرعوش بريتم. وانا مستغرب ان هو لازم كان يسرع نفسه. اللعيب طبعا الافريقي الثاني اللي هو باكاماني لعيب كويس مش وحش، لعيب كويس مقبول. لمس حتى الهيدرز بتاعه كان كويس، لعيب سريع بس بذكاء. عماد سليمان حط له محمود وحيد باك شمال رائع، قدر يعمل قفل للمساحات فقفل عنه كل الحاجات. الحلول كلها كانت موجوده عند عماد سليمان، لكن الكابتن حسام البدري حلوله وقفت عند حاله 7 8 لعيبه في الملعب لمره واحده محتاجين تغيير. هو عبر عنهم بكلمه واحده: الارهاق. الاجهاد اثر على شخصيه فرقتي النهارده. شريف اكرامي اعتقد عمل مباراه متوسطه او قد اقل من متوسطه، لان كان لازم يتحرك بشكل احسن من كده. هو عمل مباراه منتخب مصر بصراحه كان شكله رائع ومميز جدا. مباراه الاهلي الثانيه اللي كانت مع الوداد هناك في المغرب كان رائع جدا. النهارده شريف اكرامي محتاج يركز اكتر من كده. العلاقه ما بين السردباكين بتوع النادي الاهلي كانت في اضعف مستوياتها. ايمن اشرف ومحمد نجيب عمليه اختراق مستمره. انا كاتب 8 حالات اختراق في عمق النادي الاهلي لم تحدث من قبل. ذكاء عماد سليمان، مهارات لعيبته، قدرات حسين الشحات عملوا نتيجه صاعقه لكل متابعي الدوري المصري. اجابه من جمله واحده: الاهلي يستحق التعادل؟
النهارده يبقى ظلم للمقصه. كابتن مجدي، الاهلي النهارده خطوط هجوميه ضعيفه جدا، خطوط دفاعيه ضعيفه جدا، ترابط ضعيف جدا، جمل ما شفناهاش، وليد ازارو منعزل. واحد من نجوم اللقاء اكيد عبد الله السعيد، ولكن عبد الله السعيد بلاي ميكر. كل كور عبد الله السعيد شفناها النهارده عبد الله بيسند ويشوط، يسند ويشوط. وما عندوش توفيق. جات له جاب كورتين في العارضه، كان ممكن يعني لو دخلوا كان يفرقوا كتير. لكن النهارده انت بتتكلم على فرقه مركزه جدا، وفرقه حاسه انها ممكن تاخد الماتش في اي وقت. فرقه النادي الاهلي فرقه يعني من الناحيه التكتيكيه بتلعب، كل واحد بيلعب. ما شفناش جمل، يعني احنا ما شفناش صبر رحيل هاجم من ناحيه الشمال. محمد هاني، الجبهه بتاعت محمد هاني اشتغلت في الشوط الاول، الشوط الثاني ما قدرتش انها تكمل شغل. عمرو السوليه يعني ما فيش شوط على الجول، ما فيش شوط على المرمى، ما فيش الخط الظهر زي ما انت بتقول مفتوح. محمد نجيب وايمن اشرف، الحته اللي جري فيها لاعب فوافي بينهم وحط الكوره في الجول. اعتقد مسافه كبيره قوي كانت موجوده وبطء باين واضح. لان النهارده انا لما يجي واحد، ما هو النهارده لما يجي حد يخترق بين سردباكين وانا مش سريع، يا اما بحط جسمي وبعمل فاول تكتيكي واخلي اللعيب ما يمرش والكره ما تمرش، يا اما اسيب مساحه كبيره عشان اقدر ان انا اقابله ويبقى عقبال ما هو يوصل لي اكون انا طلعت الكوره. ده لا حصل ولا ده حصل. النهارده نادي مصر المقاصه يعني كرر سيناريو ماتش الزمالك، وان كان النادي الاهلي افضل من الزمالك ساعه ما النهارده، مباراه النهارده. يعني مصر المقاصه تقريبا كان متسيد مباراه الزمالك، لكن النهارده النادي الاهلي قدر يجيب جون. انا عايز اقول ان باكاماني لعيب كويس قوي، كان سبب في الهدف الثاني. نزل ادى شويه، لكن ما فيش مساعده. مؤمن زكريا في الموضوع ليه؟ نعم. دخلت الزمالك في الموضوع، تقصد ايه بحته الزمالك؟ لا، عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان مكسبهم للزمالك كان اسهل من مكسبهم للنادي الاهلي. كانوا موفقين اكتر النهارده، مش موفقين قوي يعني. النهارده قدام الاهلي الماتش معقد او اصعب شويه، وبالرغم من كده جابوا 3 اجوال بس كسبانين الماتشين. كسبوهم يعني طبعا. مش عايزين نقول كان مين احسن وهو مغلوب. لا يعني الاثنين اتغلبوا. لا، في الاثنين عندهم اخطائهم. في المقصه احسن في الماتشين وتفوق في الماتشين، بعيدا عن درجات استحواذه. في الزمالك كانت اكتر كده، او في الاهلي كانت اكتر. هو ممكن يبقى ليه افضليه، تفوق في الماتشين. انا بالظبط هو حد بيقول النهارده، لكن هو مثير ان احنا نشوف فرقه بتكسب الزمالك والاهلي. لا جديده في الاسبوعين ورا بعض 10 ايام يعني في الاسبوعين هو دي ورا بعض. درجه الاثاره. انت بتتكلم في اسبوعين كوره، اما يلعبوا الكبار يعني يلعبوا في النهايه المقصه فاز على الاهلي والزمالك، انتهت طبعا. ما حدش يقدر يتكلم في دي. لكن عايزين يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول النادي الاهلي المفروض ان عنده 30 لعيب. النهارده النادي الاهلي صالح جمعه لم يستفيد بيه النادي الاهلي اطلاقا. لعب النهارده، ما اعرفش صالح جمعه اتحط ليه احتياطي النهارده ولعب وكانه لم يلعب. يعني حاجه غريبه جدا. نزل خد انذار، ما عملش حاجه في ادائه، خد كارت احمر خرج. يعني وبعدين عمل احباط النهارده بعد ما خرج صالح جمعه وكان لسه فاضل 4-5 دقائق. لعيبه النادي الاهلي ما بتجريش، خلاص انتهت، حسوا ان المباراه مش بتاعتهم. ف يعني ما هواش ده الاداء اللي تقدر تقول عليه للنادي الاهلي انه كان يكسبه مباراه النهارده. التركيز اللي عامله فريق مصر المقاصه مركز، اللعيبه بتقف عندها روح قتاليه. حتى الكور الاخطاء اللي بتبقى موجوده عندهم اخطاء دفاعيه، ولكن عندهم حارس مرمى قدر انه يغطي على الاخطاء الدفاعيه. عندهم لعيبه قدرت انها تغطي على الاخطاء الدفاعيه. لعيبه النادي الاهلي ساعدت على عدم اظهار الاخطاء الدفاعيه لانهم ما استغلوش الاهم. فريق مصر المقاصه قدر يجيب ضربه جزاء، قدر يخترق من القلب ويعمل هدف تاني، قدر يجيب شوطه من بره ال 18. المفروض ان حد بيحمي الشوط من بره ال 18، ما لقيناش حد من فرقه النادي الاهلي بيحمي الشوط من بره ال 18. عكس المقصه لما كان حد بيشوط تلاقي رجلين 3 اترموا على لعيب النادي الاهلي اللي بيشوط. يعني عايز اقول ان هارد لاك للنادي الاهلي.
مبروك نادي المقصه، لكن النادي الاهلي لازم يبتدي يفكر في المهاجمه، انه يهاجم ازاي من ناحيه الشمال. لسه صابر رحيل ما فيش الحته من ناحيه الشمال. محمد هاني شويه وبعد كده فقد التركيز. نص الملعب احمد فتحي لما بتلعبه في وسط الملعب وبعدين تجيبه باك يمين ما بيقدرش يديك. حتى بمباراه المنتخب لما كان بيتعمل كده ما كانش احمد فتحي بيظهر بالمستوى. عمرو السوليه محتاج يلعب لقدام شويه، يعني محتاج يهاجم شويه ويلعب لقدام شويه عشان يقدر انه يفتح ثغرات لفريق النادي الاهلي. وليد سليمان لازم يراجع فيه ايه. عبد الله السعيد النهارده من اجمل المباريات، من احلى المباريات اللي شفته بيلعبها، لكن ما فيش لعيب لوحده هيقدر يشيل فرقه، لازم اللعيبه تبقى حواليه. جونيور اجاييه لازم يعني بقى له اكتر من مباراه، لعب مباراه واحده عمال مستوى يطلع وينزل، ما فيش ثبات. وليد ازارو هو ده اللي احنا متعودين عليه من وليد، بيجري كتير ويتحرك كتير وبتاع ويضيع كتير ويضيع، لكن وقت ما بتبقى الكرة على الجون بيعرف هو يحطها. انما يعني مش فرود بيخترع هدف، لا ما بيخترعش بي 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 لكنه يعني، والاهلي محتاج ده. يعني الاهلي افتقد ده في مباراه زي النهارده، المباراه مقفوله عليه والناحيه الهجوميه ما اخترعش يا مجدي اي حاجه بالزبط. يقدر يجيب منها هدف، وهو ده مشاكل كابتن حسام البدري، ان ما لقاش اي مساعده من جوه لعيبه، ولا اجاي ولا ازارو ولا وليد سليمان. الثلاثه دول فرقوا معاه قوي في المباراه. بالظبط. قلت حضرتك كل الفريق ما عدا، انا بقى عايز اقول حاجه ثانيه. انا اسف يا كابتن. طب هيقول دي عشان ما عدا واحد، شريف اكرامي، راي حضرتك؟ لا شريف، بص شريف اما كان بيلعب على طول كان بيبقى عنده بعض الاخطاء، لكن انا شايف انه برضو سياسه انه يقعد وبعدين يلعب النهارده زاد، يعني زادت نسبه الاخطاء، لانه ما تحسش ان شريف اكرامي فايق في حراسه المرمى. كابتن طه، انا عايز اقول حاجه بس، عايز حضراتكم ترجعوا لماتش النادي الاهلي والمقصه في الدور الاول السنه اللي فاتت، اللي النادي الاهلي كسب بيه بضربه جزاء. كان في صعوبه برضه. النادي الاهلي لعب، بس لعب مختلف خالص. طبعا النادي الاهلي لعب جيم دفاعي بحت وبيلعب على الكونتر اتاك طول المباراه. كنت دايما يا كابتن حضرتك تقول كده، ولم يراعي. قلت حضرتك يبقى كنت معاك في الاستوديو، حضرتك قلت حسام البدري ما اتكسفش وما قلقش ان يسيب الاستحواذ. انا كاتبها هي، لم يراعي البرستيج والفخامه بتاع النادي الاهلي ان دافع. الماتش ده وماتش سموحه 2 ورا بعض، كسب ده 1-0 وكسب سموحه 1-0 بجول في الدقيقه 94 لسعد سمير، كورنر هيدز. ما اتكسفش، ما فكرش ان انا ليا برستيج، انا فكر انا فرقتي، انت هو بيقول ان انا فرقتي فيها نوع من الاجهاد، ما اقدرش العب بقى مفتوح جيم مع واحد مفتوح بالشكل ده.